صدر صوت صراخ من منزل ذات ليلة من الليالي، وعندما اتجهوا حاولوا كثيرا أن يكسروا الباب ولكن بدون جدوى. فبدأ شخص منهم بتلاوة بعض الآيات من القرآن، وعندما فتح الباب وتمعنوا كثيرا في الغرفة وجدوا صديقهم ملقاه على الأرض، وكانت عظامه محنية وجسمه ينزف. وعندما اتجهوا به إلى العناية المركزة سألوه عن ما حدث له. اعترف لهم أنه كان ساحرا وكنت غاضبا كثيرا هذا اليوم، وبدأ باستحضار الجان ليسلسلهم بالجنازير. وبالفعل استدعيت بعض الجان من قبائل مختلفة رغم العداوة بينهم، وبعد أن حضروا بدأت أن ألتف حولهم بالجنازير وهم كانوا في حالة صمت. وعندما انتهيت من ذلك قلت لهم لن أحرركم اليوم. فبدأوا ينظروا إلى بعض بعد صمت دام إلى ثواني. انقطعت الجنازير من على أجسادهم وبدأوا أن يحدفوني لبعض ويقذفوني في الجدران بكل قوة، إلى أن تهشم جزء كبير من رأسه وتفتتت عظامه. هذا ما قاله قبل أن يموت بدقائق. ومن روى لي ذلك القصة هو صديقي الذي كان يتلو القرآن من الخارج. يا من تستهان بالجان، عليك أن تعرف أن يوجد بعض أنواع من الجان عصوا سيدنا سليمان شخصيا.